خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العشب والعرب. خير النبيين لم يقرأ به أحد، وهكذا الشمس لم تقرأ بها الشهب. الماء فاض زلالا من أصابعه أرض البنوشة، والأرض في الجيش يلتهب، والصبي أقبل بالشكوى لخاطبه، والصخر قد صار منه الماء ينسكب، واهتزت الأرض إجلالا لمولده شبيهة بعروس أزع الطرب. ما زلنا مع الكمالات المحمدية والخصائص المصطفوية والمواهب الأدبية مع العلم وفضيلة الشيخ طه شعب، فليتقدم مشكورا. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما وهب، واشهد ان لا اله الا الله قضى في العباد بما احب سبحانه. لطفه يجري والعبد لا يدري. ثم الصلاه والسلام على النبي الاكرم والرسول الاعظم والحبيب المحبوب المحب سيدنا ومولانا محمد صلى الله على حضرته وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. فيا رب صل وسلم على من تعالى نسي عرشك خير الرسل كلهم محيي الليالي صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجم مسبحا لك جنح الليل محتملا ضرا من السهد أو ضرا من الغرب. وصل ربي على آل له نخب جعلت فيهم لواء البيت والحرم، وأهل خير صلاة منك أربعة والصحب صحبتهم مرعية العلوم. ورضي الله عنا معهم أجمعين، والحمد لله أولا وآخرا وبعد. الجمع الكريم السادة الجمهور، كل باسمه ورسمه وصفته ونسبه وبنيته أقسم بالله وأنا في هذا المكان الذي هو بحق مسقط رأسي دعويا في أولى خطبي رسميا بوزارة الأوقاف المباركة، وجزا الله الدعوة وجزا الإسلام عنا خير الجزاء الذي من الله علينا بهذه الدعوة التي تجعلنا نلتقي بهذه الوجوه النيرة. قبل أن أبدأ في موضوع اللقاء وعنوانه كما اختاره سيد الشيخ الشحات بارك الله فيه الذي تعلمت منه، وعنوان لقائنا الرسول يتحدث عن نفسه. الرسول يتحدث عن نفسه. انتوا كنتوا كاتبه النهارده في المنظر يعني اضافوا ايه؟ قالوا ايه؟ ممكن عن ايه؟ كل واحد بيقول له كلمه ده. العنوان الرسول يتحدث عن نفسه، وهو ابلغ البلغاء وهو افصح الفصحاء صلى الله على حضرته واله. أماكن المناسب رحلوا عنها. وصلت الدرجة بنا بهذا المكان إن صلينا بفضل الله على السفر كده بره، والبلاطة دي من المسجد ممدوحة للناس. لذا أوصيكم بتوسعة هذا المسجد، فلما سمعت خيرا أن هناك مساحة خلف المسجد وتم شراؤها، فأوصيكم بهذا المكان خيرا وتوسعته بعد أن من الله علينا وأمدنا بأموال وبنين، وأنعم الله علينا بنعمه الظاهرة والباطنة. فالذي ببر، وبعد أن علمنا عنوان اللقاء نقرأ الفاتحة بنية الدعاء لكل من رحلوا عنا وكانوا بيننا هنا أو خارج
أهمية الدعاء. لا أدري من أين أبدأ بالثناء، فأنتم أهل لكل فضل وكل خير وثناء. فلقد اعتبر هؤلاء الناس أيها الأحبة الكرام سادة العلماء، اعتبروا عيدهم أن أكون بينهم، فما من عيد فطر ولا أضحى إلا وصلى أحدهم الفجر وأتى إلي بسيارة من أهل المكان، وجئت إلى هنا لأحيا معهم عيد فطرهم أو عيد الأضحى. وحدث ولا حرج عن ثقتهم التي أولوني إياه في أسرارهم وأموالهم وأوراقهم وعقودهم وكل ما من الله به عليهم، فأسأل الله العظيم أن يجزيهم عني خير الجزاء، وقد تعلمت منهم أكثر مما علمتهم. خطبة عن الشيخ أحمد الجمعة الماضية كانت عن أثر طيب. أسأل الله أن أكون تركت بينكم أثر طيب. 6 7 99 أكثر من 26 سنة أنعم الله علي بهذا المكان، وكان صاحب فضل علي في ذلك في حقي في كل شؤون حياتي. أسأل الله أن يجزي الجميع عنا خير الجزاء. أبدأ بالثناء فأنتم أهل بكل ثناء، أن أبدأ بالدعاء فمنكم يستجد الدعاء. أسأل الله أن يقضي حاجاتنا جميعا وهو بها أعلم. ونحن في هذه الساعة الميمونة المباركة التي تحفنا فيها ملائكة الرحمن ويحضرها سيدي ولد عدنان صلى الله عليه وآله، الذي ما نسيناه صلى الله عليه وسلم حتى نذكره. ولأحفظت قلبي ليقرر حقيقة ونشكر جميل. ايه هي الحقيقة؟ الحقيقة زي ما عمرو الشيخ عرف كده في التقدمة بيقول لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثله خلق. ومن يستمع الى هذه الكلمات يظن اننا عبدنا رسول الله. العبد الرب وهو بشر لا كالبشر، لكنه كالياقوتة بين الحجر، وإن فاتك أن تراه فلا يفوتك أن تحيا مع شمائله صلى الله عليه وسلم. وكان أول لقاء لي على هذا المنبر والله خطبة بعنوان بعض من شمائله صلى الله عليه وسلم. أحضر أن تفوتك شمائله خلقة وخلقة، سيرة وسيرة ومسيرة، فهو صلى الله عليه وسلم ليس في خلقه من تفاوت ولا حجاج. إنه الجميل الذي أسدى إلى أمته كل فضل وكل جميل، وليس لأحد عليه جميل. ليس لأحد عليه جميل. خلي بالك بقى يا عم جميل، يا عم جميل، صلي على سيدنا النبي الجميل. سيدنا موسى فرعون يقول له ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك وفعلت فعلتك، لما يعدد عليه الجمال عليه. أما في حبيبكم، أما في رسولكم، أما في نبيكم صلى الله عليه وآله، يقول له رب ألم يجدك يتيما. وكان فضل من؟ فضل الله عليك عظيما. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. سمعنا فالضحى ولسوف يعطي فسرت قلوبنا ذاك العطاء. وكيف يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساب؟ الرسول يتحدث عن نفسه، يقول لنا
أنا لي 5 أسماء، لي 5 أسماء صلى الله عليه وآله. وسيدنا الشيخ بيتكلم عن نسب الذات الشريف، إذ هو خيار من خيار، إذ هو أحسن الناس صلى الله عليه وآله أصلا وفرعا، إذ هو ابن العواتق، إذ هو صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه وتقلبك في الساجدين، صل على سيد المرسلين. وقد جاءكم رسول من وقرأها الإمام السمرقندي وأخرجها الحاكم من أنفسكم، من أغلابكم، من أظهركم، من أنكاركم، له الإنسان الكامل، فصلوا على من جمعت كل الكمالات فيه صلى الله عليه وآله. كتب الله هذا الكتاب كتاب رسول الله وألقاه في الكون ليكون الإنسان الكامل حتى لا ترى في خلقه من تفاوت صلى الله عليه وسلم. ثم امسك صلى الله عليه وسلم بمفتاح النبوة وأداره في مغاليق القلوب، فانفتح على رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بمجرد أن يسمع لسعد بن عبادة وهو يقول وهم يفتحون مكة اليوم يوم الملحمة، علما بأن النبي وهو يتحدث عن نفسه بيقول أنا نبي الايه؟ الملحمة، ونبي الايه؟ المرحمة، وما أرسلناك إلا يتكلم على عظيم الغرب وأعداء الإسلام. بيقول لو كان عايش بينا لحد كل مشاكلنا وهو بيشرب في الجاي العظماء 100 لم أجد بد ماليش مفر من أن أكتب أعظمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. عظمتهم ليست كعظمة الطغاة. عظمة الطغاة بيعملوا إيه؟ كل ما الناس تقل كل ما يزداد حبها وجمال وعظمة في نفس، لكن عظمة رسول الله ليست كعظمة الطغاة الذين يتلذذون بأمين البشر، إنما عظمته صلى الله عليه وسلم عظمته عزيز أعطاه الله عز وجل في أقل من ربع قرن من الزمان ما غير به وجه العالم. وكذلك أوحينا إليك الشيخ نبيل رسول الله. الشيخ نبيل رسول الله يا جماعة، الشورى كانت أن تكون ركنا من أركان الإسلام. بني الإسلام على كام؟ المذكرة طبعا الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، أن يقاموا الصلاة وأمرهم الشورى في النص، وبعد كده ومما رزقناهم. كانت الشورى أن تكون ركنا من أركان الإسلام، فأشهد ولا تستبد برأيك. كل واحد يقول هناك كذا وكذا، كل زوجته أشهد اوعى كلها يأثروني لو شرب، لا. كانت الشورى أن تكون ركنا من أركان الإسلام، وتنتهي السورة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. الكتاب نور وهو صلى الله عليه وسلم نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب والإسلام نعمة جاءنا بها النعمة صلى الله عليه وآله. اليهود يعرفون نعمة الله ثم ينكرون لها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إنه صلى الله على حضرته وآله نبي الرحمة المبعوث بالرحمة. قال عنه مولانا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا
ألوان وعيون حكمة. اسمع الحكمة دي وحفظها كويس عشان ما تفكرش بالعمر بطول. لا، ممكن اقعد هنا واربع معاش ولا تقفل في واحد، ممكن تيجي هنا خطبة واحدة درس واحد، وجايبه هنا حاجة درس واحد خطبة واحد. وكذلك في مسيرات في ذلك في شارع في مؤسسة التعامل لك أثر. إذا يقول سيد ابن عطاء الله اسمع، إذا يقول يا عم الشيخ حد اسمع وإيه؟ اسمع وصلي على من يشفع، عشان المولوك العالم يصدقوه. اسمع وصلي على من يشفع صلى الله عليه وسلم. بيقول لنا إيه يا سيد ابن عطاء الله؟ رب عمر اتسعت آمال، عاش قرن من الزمان وقعد معانا وعدى 100 سنة وعمل الحج ده عدى القرن، والحاجة فلانة عمرت وقعدت كذا سنة. رب عمر اتسعت آمال وقلت أمداد. وقلت إيه؟ لا مدد فيه، والمدد المعظم من مين؟ من الله. لكن هناك مدد من البشر. نعم، كل النمر هؤلاء وهؤلاء من عطايا ربك. زي لما تيجي فلان تقول اسمك عبد النبي، لا تغير اسمك في السنين المدد وكده كفر وكده شرك وكده كذا وكده كذا. العبودية المطلقة لمين؟ لله. وقد يكون العبد بمعنى الخدمة، وأينا ينال شرف خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر هادي ولدي وسهل وبسيط. زي ما تيجي كل واحد يا مولاي يقول لك المولى هو ده المطلق. لما سيدنا الشيخ قال لك ليس كمثله شيء، يوم لا يغني مولى عن مولى شيء. الخل، الصديق، الأستاذ، العالم، والأمر بسيط وسهل. كنا بنسمع بطيخ مولانا وما نعلقش. انما دلوقتي لما واحد يقول لواحد يا مولانا شرك وكفر، اما مثلا بطيخ مولانا ما كانش حد بيعلق. صلى على رسول الله. رب عمر اتسعت آماله وقلت ايه؟ أمداده. ورب عمر قلت آماله واتسعت أمداده. صادق النية يروح يبقى المصلحة اللي بتقدر الشعب في يوم واحد. يبقى الناس في طاعة ربهم والله في قضاء حوائجهم. وضع الله عز وجل لك البركة في العمر. هذا العمر ضيق الآمال، ضيق الآمال، كثير الإمداد بنيتك الصادقة، تجد فيه البركة. ومن أراد أن ينسى له في أجله ويقصد له في رزقه فليصل ايه؟ رحمه. فليصل رحمه. هل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. نقدر دلوقتي يا جماعه، نقدر دلوقتي اهو واحنا على ارضكم بيت ربنا عابدين، يقدر كده حد متخاصم مع حد لما نعرف يقدر يقول لصاحبه، يقدر يقول لربنا احنا عمالين نقول ان انا مريت للمتمم ايه؟ مكارم الاخلاق. وفي الصحيح زي ما مولانا الشيخ احمد بلال يعلمنا انما مريت للمتمم ايه؟ صالحه الاخلاق. الاخلاق ان تصل من وصل، ان تعطي من اعطاك. اللي عليك ايه؟ عليك. اللي يجيبك روح، اللي يجيك تدير، اللي يعفو عنك ولا عن حد من عيلتك يعفو عنك. دي اسمها ايه؟ اخلاق. لكن النبي ما جاش بايه؟ النبي جه بمكارمها باصلحها. وان كان للاخلاق ركن قائم فالباني لهذا الركن هو رسول الله. الاخلاق نفسها استمدت اخلاقها من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى للاستعلاء. قال ربنا وانك في كفور عظيم ولا العالم
يعني اعلى مفعول العمر. لذلك تخرج الجلال لها سلمة انقطعت مش من وصل، سلمة ايه؟ من انقطعت وانها الكبيرة اللي على مين؟ والمحبين لسيد المرسلين. صح؟ سلمة انقطعت واعط من حرمك واعف عن من ظلمك. إن من الصعوبة بمكان أن نجمع جميعا لو تحدثنا جميعا ما في الدين أو ما في السنة أو ما في القرآن، والرسول يتحدث عن نفسه. تذكرت الآن مثلا البخاري، لما تقرأ في صحيح البخاري تلاقي هذا الكتاب وهذا السفر الخالد اللي هو أصح الكتب بعد كتاب الله يبدأ بقول سيدنا رسول الله إنما الأعمال بالنيات وينتهي بإيه؟ آخر كتاب الله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. وصوت عالي لهم هقول لك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. البداية دي والنهاية دي مش بالفراغ. دعونا نوصل رسالة إن الدين كله ممكن نلخصه في جملتين: نية صادقة وكلمة طيبة. نية صادقة وكلمة. تقول ايه في 30 جزء بقى من عند اقرأ لحد واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. اول ما نزل واخر ما نزل بينهما. قالوا اسمع للقران خليك كانه بيكلمك كانه يامرك ينهاك يحدثك بينهما بين يقرا والتقوى الحلال والحرام والمحكم والمتشابه والإشارة والإنذار والقصة والعظة والمثل. كده كم حاجة؟ 9 حاجات هم اللي في القرآن كله. كم حاجة؟ 9 بالخير كام؟ 6 بدين صلى على سيد المرسلين. كده قال أحدهم على إنما القرآن 9 أحرف سأنبيكها في بيت شعر بلا ملل. ابن السنة نية صادقة وكلمة طيب. والقرآن ألا إنما القرآن 9 أحرف سأنبيكها في بيت شعر بلا ملل. حرام حلال محكم متشابه إشارة إنذار قصة مثلا. ولو جبنا على كل حاجة مثلا هيقعد ليه حتى مقطع الفرش. فأسأل الله العلي العظيم السماح وأمر الفرش. شوف يا سيدي السماح كمل يا مولانا 5 سنوات كمل يا سيدي توحش كمل 5 سنوات. نرجع رب عمر اتسع آمال وكلم أملاك ورب عمر كلم آمال واتسعت أملاك. النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش قد الرسل اللي قبل كده في الأمم السابقة، ومع ذلك وكان فضل الله عليك عظيما. من الله عليه في هذا العمر وأخذ من أهل الصحابة سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي وكل هؤلاء الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل واحد فيهم دور. يعني مثلا لما تبص على مصر كده وتلاقي مشايخنا كلهم اتعلموا مثلا في الازهر الشريف، ومنهم من وصل الى مرحله الدكتوراه، لكن متخصص واحد في التفسير، واحد في الحديث، واحد في العقيده، واحد في الدعوه، واحد في الشريعه. يعني التخصصات دي كانت موجوده ايام الرسول. كل صحابي يتكلم في اي حاجه وكل حاجه لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا
أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم في القضاء والمشاكل أقضاهم الإمام علي. والإمام علي بقى وسيدنا الشيخ بيوصف النبي وعيشنا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، والإمام علي بيوصف لنا حضرة النبي إن هو أجود الناس جدا، أليانهم كفا وقدهم عليا، وكل ده من رآه بديهة الآبة. أول ما تشوفه كساه الله بالمهابة وكساه الله بالجلال وبالكمال، من رآه بديهة الآبة ومن خالطه معرفة الإيه؟ أحب صلى الله عليه وسلم. أقضاهم عليه وأفرضهم عليه في مسألة الميراث. أي حد قال كده يسأله مسألة الميراث، قاعد بصلح الحساب بتاعي عند حاجة كان لازم إيه تاخد إيه وده ياخد إيه وده ربع ده ونص لا، يقول لا أفرضهم زيد، يرجعوا لسيدنا زيد بن ثابت. وأقرأهم للقرآن أبي، عايز أعرف حاجة حلال ولا حرام ولا مباح ولا مكروه ولا مستحب ولا واجب ولا مكروه، ولا مكروه كراهة تحريمية ولا مكروه كراهة تنزيهية. وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ما بينفيش الحلال عن كل صحابة، بس يقول لك يعني كله شيء عن كل شيء، لكنه متمكن في شيء معين. وده بقى استثمار الطاقات واستخلاص واستخراج الكفاءات. رب عمر اتسعت آماله وكلت أملاكه، ورب عمر قلت آماله واتسعت أملاله. أسأل الله أن تكون أعمالنا وأعمارنا شاهدة لنا لا علينا، اللهم اجعلها شاهدة لنا لا علينا. اللهم ألف بين قلوبنا وانزع الهدى والحزن من صدورنا، وهدم اللهم أخلاقنا وقوي إيماننا، وارفع اللهم درجاتنا وهم على أوصالنا، وثبت المستقيم منا، ورد علينا غالبنا، اللهم رد غالبنا، اللهم انصر المجاهدين المستضعفين في كل مكان. اللهم ببركة هذه الجلسة المباركة لا تخرج واحد فينا ولا منا ولا بيننا ولا يستمع إلينا خارج المسجد إلا بذنب مغفور وعين مستور وعمل متقبل مبرور. وارزقنا اللهم تجارة لن تبور. أمين اللهم في أوطاننا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح فساد قلوبنا. اللهم وفق الراعي والرعية، اللهم وفق الراعي والرعية، وارفع عنا ما نزل بمصرنا من كل رزية وبلية. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك مدد، نسألك عون، نسألك قبولا. يا رب يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا. اقبل لنا يا ربنا بذكرك، واقبل لنا يا مولانا بشكرك. وآتنا الصلاة والسلام على عبدك ونبيك ورسولك أحمد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد، الذي له 5 أسماء، هو محمد وأحمد ومحمود، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، العاقب الذي ليس بعده النبي صلى الله عليه وآله، ورضي الله عن كل ولي